مشاهدينا الكرام، المغرب تتعادل مع الكونغو بنتيجة إيجابية 1-1، والحسم يتأجل يا صابر للجولة الأخيرة. رأيك في الأداء منتخب المغرب؟ إلى حد ما مخيب للأمال الحقيقة، لأن احنا كنا ننتظر من المغرب ما لم ننتظره من الآخرين. المنتخب المغربي تحديدا كنا ننتظر منه مستوى ونتائج اكتر من اللي ننتظره من المنتخب المصري والمنتخب التونسي والمنتخب الجزائري وطبعا المنتخب الموريتاني، وخصوصا انه بدا المباراه بشكل جيد جدا ورائع جدا وهدف مبكر. تخيلنا ان الامور هتكون سهله في ظل وجود العناصر القويه داخل الفريق، ولكن عندما المنافس يهدر هذا الكم من الفرص وانت عندك خط دفاع ما شاء الله، بتتكلم عن اشرف حكيمي، بتتكلم عن رومان سايس، وبتتكلم كمان حتى لاعبي خط الوسط مرابط وبقيه اللاعبين، لعيبه جيده جدا، وبرغم من ذلك تتاح للفريق المنافس كل هذا العدد من الفرص وضربه جزاء مهدره. كانت يعني كنا ننتظر فوز مريح، الفوز لم يتحقق، ولكن الفريق قادر على التعويض وقادر على تقديم المستوى المرضي للجماهير العربيه بشكل عام. فتحي، تعادل عادل للمغرب؟ تعادل عادل وتعادل منصف للمغرب. المقابله هذه عديده الدروس، من الدرس الاولاني وانه كاس افريقيا اصعب من كاس العالم. كاس افريقيا اصعب من كاس العالم، اصعب، مش نفس المحيط، مش نفس الملاعب، مش نفس الطقس، مش نفس المنافسين. اليوم الكونغو فريق رائع جدا. تقصد اصعب من كاس العالم على الفرق الافريقيه اللي تلعب بعضها مع بعض. صحيح، هذا كظروف محيطه. اذا هذا النقطه الاولى. النقطه الثانيه، الدرس الثاني، عندما لا تقدر ان تنتصر على الاقل لا تنهزم. وهذا الدرس الثاني بتاع الفريق المغربي، ما هوش قادر اليوم باش ينتصر لانه سجل هدف مبكر ثم اضاع النصيري على الاقل هدف سهل، ثم اول الشوط الثاني اضاع هدف اخر، ثم ولات مقابله في اتجاه واحد الكونغو والمغرب، وبالتالي الخروج بنتيجه التعادل اعتبره اخف الاضرار للمغرب. صحيح لو تضمن له الترشح 4 نقاط المقابله الاخيره مع فريق زامبيا، مبدئيا المغرب مترشح، ولكن اليوم درس، ما فما حتى مقابله سهله، ما فما حتى منافس سهل. كل المواجهات الافريقيه صعبه، كل المواجهات صعبه، واليوم الحقيقه مفاجاه كبيره جدا. الفريق الكونغولي فريق محترم جدا، الرابع العالمي. المنتخب المغربي كان قاب قوسين وان ينهار امام فريق كونغو. فعلا للامانه يستحق كل الإشادة. وكذلك الجماهير تمنت أحمد انتصار و3 نقاط، لكن بالأخير نقطة أفضل من الخسارة. محظوظين المنتخب المغربي إنه يخرج من هذه المباراة بالتعادل. شوف، الفريق الكونغولي تفوق في الشوط الثاني بدنيا، فنيا، كأداء، عطاء، روح، بالرغم انه اللاعبين المغاربه حاولوا يجارون في الشوط الاول، فاخذوا مجموعه من اللاعبين اخذوا كروت، واعتقد المدرب سحب زياش وسحب مجموعه من اللاعبين، لان نقطه ولاعبينك ايضا مكتملين من غير اصابات في المباريات الجايه اللي راح تكون اصعب. ولكن هذا اختبار مره ثانيه، واختبار صعب جدا، انه فعلا في المنافسه الافريقيه راح تواجه فريق اول شيء ما يخاف يندفع بدنيا، والنقطه اللي ذكرناها محترفي افريقيا لا يخشون. لماذا لم تنتصر في المباريات في افريقيا؟ ما يفكروا في ايش؟ في انديتهم الاوروبيه. نعم. من كلام احمد، عبد الكريم، لماذا لم تنتصر المغرب اليوم؟ يبدو ان اولا الاهداف المبكره تعود وبالا على كل الفرق وعلى اصحابها، على كل الفرق التي تتقدم بشكل مبكر نراها بعد ذلك اما تتلقى اهداف بالتعادل، يتراجع المستوى، او حتى في فرق انهزمت. هذه ظاهره الان في هذه البطوله تحديدا. لماذا لم يفوز؟ انا اعتقد بان الحماس كان اكثر والجرأة كانت اكثر عند المنتخب الكونغولي اكثر من المنتخب المغربي، اللي بالتاكيد الهدف المبكر اعطاه نوع من الاطمئنان للنتيجة، وهذا ما عاد عليه بالنهاية. جميل. عاجل مشاهدينا الكرام، النجم محمد صلاح يعود لليفربول. صلاح يحضر إلى
ليفربول في خبر قد يكون صادم مشاهدينا الكرام للجماهير المصرية. صابر، صلاح يحضر مباراة كابفيردي ويسافر لإنجلترا عقب المباراة بعد إجراء فحوصات طبية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة، وبعد التواصل بين الجهاز الطبي وبين نظيره في ليفربول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة كاب فيردي غدا لاستكمال علاجه على أمل لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس أفريقيا في حالة التأهل. صحيح، في اكتر من نقطه هعلق عليها بسرعه. كون ان هو يسافر يتعالج مع الجهاز الطبي ليفربول ده امر طبيعي عادي، الجهاز اللي بتابعه وعارف حالته وعارف امكانياته، فهو الاكثر درايه بكل عضلات محمد صلاح، وبالتالي ده امر طبيعي انه يسافر. بس اللي زعلنا ان احنا كنا متوقعين انه صلاح حسب المؤشرات الاوليه انه في حاله تاهل المنتخب المصري هيكون قادر على المشاركه بسهوله في دور الثمانيه في حاله التاهل. كده ابتدينا نتكلم على الدور قبل النهائي، بعد كده لا قدر الله ممكن نتكلم عن النهائي كمان. يصاب قبل يومين الاخبار تقول مباراتين ويلعب في اول دور اقصائي. كانوا بيقولوا دور الثمانيه مش هيلحق دور اخر مباراه في المجموعات ودور ال16. ابتدينا نرحل المباراه ده. اعلن الجهاز الطبي مباراتين فقط. ايوه، ما هي مباراتين الاخيره في المجموعات ودور ال16. دور ال16 وانه يلحق من طيب هل الاصابه تستدعي كل هذا؟ اللي زعلني في نقطه مهمه. الاصابه انا ما اعرفش طبعا، اللي زعلني في النقطه دي انه يورجن كلوب هو اللي اعلن انه محمد صلاح هيروح ليفربول يتعالج. انا فين كاتحاد الكوره يعني وفين ليه ان يعني انا تجيني اخباري في الاختلاف ما بين كلوب والاتحاد؟ انا راجل مصري، تجيني الاخبار من يورجن كلوب انه محمد صلاح هيروح ويجي محمد صلاح يورجن كلوب بيتكلم عنه لما يكون في ليفربول. هنا عندنا الاتحاد المصري هو اللي يقول محمد صلاح هيروح هيرجع. ياخد الاخبار يفصل فيما ذكرت، وواضح ان انت تتمنى يعني استمرار محمد صلاح وعدم عودته. عبد الكريم، رايك فيما قال صابر؟ انا راح ازيد اوجاع صابر. كلوب قال ان اذا تاهل الفريق او الفريق المصري الى النهائي قد يلحق في صلاح. يعني الاتحاد المصري في الخبر يقول ان على امل لحاق بالفريق قبل النهائي. كلوب اعلن قبل الاتحاد وقال في تصريحه كنت على تواصل من بعد الإصابة مباشرة مع صلاح بشكل يومي. صحيح. والآن التواصل بين الجهازين الطبي، صلاح سيعود. وعندما سئل هل سيعود إلى المنتخب قال جميل. هناك فرصة لعودته إذا تأهل الفريق إلى النهائي. يعني من كلامك وكلام صابر موقف القوة لكلوب أكثر من الاتحاد المصري. طبعا والواضح جدا ان كلوب يعني التواصل مع اللاعب بشكل اكبر واطلاع اكثر ليفربول من مسؤولي الاتحاد. فتحي، والله سامحني ما نحبش اقول كلام كبير، ولكن هذه فضيحه بكل المقاييس. محمد صلاح ماهوش مجرد لاعب، محمد صلاح هو قائد الفريق، محمد صلاح يأطر اللاعبين، محمد صلاح وجوده المعنوي ربما أهم حتى من وجوده على الميدان. النقطة الأولى. إذا أنت كيف تترك السفينة وتذهب تعالج؟ النقطة الثانية، حارب ما معنى وسمعت صابر ونعرف، وأنا وجهة نظر أخرى، أنه الأطباء في ليفربول يعرفوا عضلاته عضلة، إذا هم قادرين خير باش يداويوه. هذا فيه استنقاص من الإطار الطبي المصري. لما لا يبقى فيما والتنقل في الطائرة من كوت ديفوار إلى إنجلترا. فتحي، لا خليني أكمل. خلي يكمل، ما قاطعك صابر، خلي يكمل تفضل. نجم يكون غلط، أما هذا وجهة نظر نتاعي أنا. طيب بس من حق فتحي إني يعقب. منطقية. إيه تفضل. وجهة النظر نتاعي منطقية. تفضل. أنا أقول التنقل بالطائرة عليها الأطباء المصريين بيهم، فيهم استنقاص أيضا من الأطباء المصريين. إذا نقول ضروري، وكما قال تو عبد الكريم كلوب قال لو ينجح ولا لو يتعدى ممكن يجيكم امان، ممكن يجيكم بالنهائي. لان شكون يحكم في شكون؟ من يحكم؟ صلاح راك مصري،
100 مليون يحلموا بيك يحبوك نهار تسجلهم كاس، على الاقل معنويا كي تبدا موجود ترفع المعنويات. يعني كان يفترض ان الطائره في الجهاز الطبي هي من تاتي الى كوت ديفوار وتعالج محمد صلاح. بالله اما اسهل. طبعا الطبيب نتاعو يجي لكوت ديفوار. طيب خير. سعود لك احمد، بس من حق صابر راهو معنويا هام جدا تفضل على المجموعه. تفضل. احنا دلوقتي يلا ياسين